بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت مهتم تعرف إيه هي أقوى الجيوش في العالم وإيه هي معايير اختيار ترتيب قوة الجيوش، يبقى الفيديو ده ليه. معاكم محمد الصديق، مقدم برامج قناة الموسوعة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. مبدئيا كده لازم تعرف إن ترتيب الجيش بيتم على أساس القوة السكانية والمساحة الجغرافية والعتاد العسكري اللي عند كل دولة. ولكن وبرغم كل الأرقام اللي هنقولها ديت، لازم تخلي في اعتبارك إن النصر من عند الله يؤتيه من يشاء، مهما وإن كانت القوة الجيوش اللي قدامك أو الأرقام اللي أنت هتسمعها. وبيجي معانا الجيش الأوكراني في المرتبة رقم 15 من الترتيب، بعدد 1,200,000 جندي، 69 مقاتلة، 28 طائرة هجومية، و146 مروحية، وضيف عليهم 1890 دبابة، و37,000 مدرعة، و38 قطعة بحرية، وبميزانية دفاع تبلغ 30 مليار دولار. نيجي بقى للدولة العربية الوحيدة في القائمة وهي مصر في الترتيب رقم 14، وهي الثاني في الشرق الأوسط ب1,470,000 جندي، و240 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و417 مروحية، و4664 دبابة، 10 مدرعات، 13 فرقاطة، 8 غواصات، 2 حاملة مروحيات، وبميزانية دفاع تبلغ 4.35 مليون دولار. وفي المرتبة 13 الجيش الإندونيسي ب 430,000 جندي، 41 مقاتلة، 33 طائرة هجومية، 190 مروحية، 314 دبابة، ب 14,444 مدرعة، و10 فرقاطات، و4 غواصات، و808 مليون دولار ميزانية دفاع. في المرتبة رقم 12 البرازيل ب 360,000 جندي، 42 مقاتلة، 67 طائرة مروحية، 171 طائرة هجومية، 416 دبابة، 1958 مدرعة، 6 فرقاطات، 7 غواصات، وميزانية دفاع 18.7 مليون دولار. وفي المرتبة 11 الجيش التركي ب 425,000 جندي، و205 مقاتلة، 588 مروحية، 2229 دبابة، 13,270 مدرعة، 16 فرقاطة، 12 غواصة، وبميزانية دفاع 25 مليار دولار. في المرتبة العاشرة الجيش الإيطالي ب 170,000 جندي، 92,000 مقاتلة، 84 طائرة، 462 مروحية، 197 دبابة، 6,908 مدرعة، 13 فرقاطة، 8 غواصات، 4 مدمرات، 2 حاملة طائرات، بميزانية دفاع 37 مليون دولار. وبيجي الجيش الفرنسي في المرتبة رقم 9 ب 205,000 جندي، 226 مقاتلة، 507 مروحية، 222 دبابة، 6,558 مدرعة، 11 فرقاطة، 9 غواصات، 10 مدمرات، وحاملة طائرات، و3 حاملات مروحيات، وبميزانية دفاع 45 مليون دولار. وفي المرتبة رقم 8 الجيش الياباني ب 240,000 جندي، 217 مقاتلة، 685 مروحية، 1004 دبابات، 5,500 مدرعة، 4 فرقاطات، 21 غواصة، 36 مدمرة، و4 مروحيات، وميزانية دفاع تبلغ 39 مليون دولار. وفي المركز السابع الجيش الباكستاني ب 654,000 جندي، 363 مقاتلة، 407 مروحية، 3,742 دبابة، 9,950 مدرعة، 6 فرقاطات، 9 غواصات، وبميزانية دفاع تبلغ 7.5 مليون دولار. رقم 6 في القائمة كوريا الجنوبية ب 555,000 جندي، 402 مقاتلة، 90 طائرة هجومية، 851 مدرعة، 2,331 دبابة، 19 فرقاطة، 12 غواصة، 13 مدمرة، وبميزانية دفاع بقيمة 42 مليون دولار. تيجي بريطانيا في المركز الخامس ب 194,000 جندي، 119 مقاتلة، 26 طائرة هجومية، 266 مروحية، 227 دبابة، 5,015 مدرعة، 12 فرقاطة، 5 غواصات، 6 مدمرات، وبميزانية دفاع تبلغ 50 مليون دولار. الهند في المركز الرابع ب 1,450,000 جندي، 575 مقاتلة، 140 طائرة هجومية، 842 مروحية، 4,614 دبابة، 12 مدرعة، 12 فرقاطة، 18 غواصة، وبميزانية دفاع تبلغ 54 مليون دولار. في المركز الثالث الصين ب 2 مليون جندي، 510,000 جندي احتياط، 1,299 مقاتلة، 371 طائرة هجومية، 1,194 مروحية، 4,950 دبابة،
3500 مدرعة، 43 فرقاطة، 78 غواصة، 50 مدمرة، 3 حاملات مروحيات، وميزانية دفاع تبلغ 230 مليون دولار. وطبعا الدب الروسي في المرتبة الثانية بمليون و300 ألف جندي، و733 مقاتلة، و744 طائرة هجومية، و2068 مروحية، 12566 دبابة، 3000 مدمرة، 3000 مدرعة، 511 فرقاطة، 70 غواصة، 15 مدمرة، بميزانية دفاع تبلغ 82 مليون دولار. طبعا الكل عارف مين هو الجيش رقم 1. أيوه، الجيش الأمريكي بتعداد جنود يبلغ مليون و390 ألف جندي، 442 ألف احتياط، 1914 مقاتلة، 843 طائرة هجومية، 6567 مروحية، 5500 دبابة، 45 ألف مدرعة، 68 غواصة، 92 مدمرة، 9 حاملات مروحيات، 11 حاملات طائرات، وبميزانية دفاع تبلغ 661 مليون دولار. وهنا نكون خلصنا قائمة أقوى 15 جيش على مستوى العالم، ونختتم الفيديو بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.